السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده ان شاء الله عامله لكم حاجه حلوه قوي قوي، لان احنا عارفين ان الشتاء بيحب الشوكليت والشوكليت بتحب الشتاء. هنعمل النهارده ان شاء الله براونيز بمكون ما يخطرش على بالنا برضو، وهيعجبكم قوي قوي قوي، وطعمه حلو قوي، وعامله كمان صوص شوكليت بتحط عليه حاجه في منتهى الجمال. يلا نبدا المقادير. هنا عندي ربع كيلو بطاطا او 250 جرام بطاطا مشويه او مسلوقه، بيكنج باودر وقرفة وبيكربوناتو، ودول 4 معالق كاكاو خام ورشة ملح، ودي معلقة صغيرة نسكافيه ممكن استغنى عنها. ده بشر جوز الهند اللي انا كنت حافظاه في الفريزر، اللي طلعت منه زيت جوز الهند، وده زيت جوز الهند اقدر استخدمه معادي مفيش اي مشكلة. هنزل لكم الطريقة لو عايزينها في الديسكريبشن. فانيليا وبيضتين وسكر دايت. هكسر البيضتين زي ما احنا شايفين كده في طبق لوحدهم عشان اتاكد من سلامتهم. تمام. وهحط عليهم الفانيليا، وده زيت جوز الهند، حوالي 3 معالق صغيرين، وعليهم السكر على حسب بقى يعني احتياجكم. ممكن تخلوها بالعسل، بس انا بحاول اقلل السعرات كلها. ادي البطاطا حطيتها في البلندر، وعليها الجوز الهند المبشور اللي انا كنت شايلاه في الفريزر، وده الكاكاو والنسكافيه وكل حاجه بقى، كل حاجه حطيتها كلها على بعضها، كل اللي انا محتفظه بيه حطيته كله على بعض. هضربه كله مره واحده في البلندر. الافضل نضربه في البلندر يا جماعه عشان خاطر يتجانس كله يبقى حاجه واحده. تمام. لو مفيش بلندر يبقى في الشاشه بتاع الخلاط عادي، مفيش اي مشكله خالص. تمام. خلاص انا كده خلاص. هجيب بقى القالب الصغير، قالب صغير جدا على فكره زي ما انتم شايفين. هحط فيه ورق الزبده، واحط فيه نقطه صغنونه قوي قوي زيت جوز هند عشان اضمن ان مفيش اي حاجه تتهدر. ده القوام بتاع البطاطا او الخليط كله على بعض زي ما احنا شايفين. بقى تقيل شويه، مش بيبقى سايل زي القوام بتاع الكيك العادي. مفيش اي مشكله. طبعا هنضطر نسويه كويس قوي في القالب عشان خاطر نقدر ناخد شيب او شكل كويس للكيكه. هنحطه في الفرن على درجه حراره 200. هنعمل بقى الصوص عباره عن 3 حاجات متساويين، ميه وكاكاو، وطبعا زيت جوز هند او زبده غير مملحه، مفيش اي مشكله. هنحط الميه زي ما احنا شايفين، طبعا بنعمل كميه صغيره قوي، والكاكاو، ودول جوز الهند، شويه جوز الهند، وده النسكافيه. بحب انا بدل ما احط فانيليا بحط نسكافيه. بحب انا طعم القهوه جدا في المخبوزات وفي الكيكات والحاجات دي. طبعا براحتكم يعني، ممكن ما تحطوش. هنقلب بقى كله. حطيت سكر، مرضيش احلي بالعسل زي ما احنا شايفين اهو. بص، بدنا نقلب لغايه ما حصلنا على القوام ده. صوص شوكليت زي ما احنا شايفين، بيور خالص في منتهى الجمال. تمام. لازم يبقى الحاجات كلها قد بعضها، الميه والكاكاو والزيت جوز الهند. تمام. خلاص طلعت من الفرن. طبعا في منتهى الجمال. بتبقاش عاليه طبعا زي الكيكه العاديه، لان البراوني طبيعي بيبقى هابط شويه. سيبناها لما هديت وحطينا عليها الصوص زي ما احنا شايفين كده. سعراته طبعا قليله جدا زي ما احنا شايفين وعارفين. طبعا زي ما قلت لكم ممكن تحلوه بالعسل او بدبس التمر او بالسكر الدايت، مفيش اي مشكله. انا بحب بس السكر دايت عشان اقلل من السعرات على قد ما اقدر. هناخده نحطه في التلاجة، وبعدين اول ما يطلع من التلاجة نبتدي نقطعه زي ما احنا شايفين بالمنظر الجميل ده. ده تاخده منه عادي مفيش اي مشكله. حلو جدا جدا جدا، وطعمه حلو قوي، والبطاطا والله ما باينه خالص في الطعم. ممكن تستبدلوا طبعا البطاطا دي بموز، بس هي يعني بجد بالبطاطا احلى بكتير. اهو هاخد القطعه الحلوه الكبيره بتاعتي دي زي ما احنا شايفين اهي، في طبق لوحدها. حلو قوي كسناك في نص اليوم، في منتهى الجمال، وبتشبع قوي حته الشوكليت اللي احنا محرومين منها في الدايت يعني. هنرش على الوش شويه قرفه، بس لزوم ان هي تعلي الحرق، وفي نفس الوقت عشان خاطر الشيب. مش عاوزين ما تحطوش.
شفتوا حلوه ازاي؟ طعمها خطير اقسم بالله. كل ما تقعد في التلاجة اكتر كل ما بيبقى طعمها احلى، بتسقع كده بيبقى طعمها حلو قوي 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 قوي. جربوا الوصفه دي هتعجبكم قوي، وتنفع طبعا للكبار وتنفع للصغيرين وتنفع لمرضى السكر اللي بيعملوا الكيتو، لكل انواع الدايت هتعجبكم قوي. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو سمحتوا، والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وتفاعلوا بقى معايا شويه على القناه عشان الدنيا نامت خالص. اوكي، بحبكم جدا واشوفكم المره الجايه. سلام.